7 ديال الدقائق اكثر من 88 مليون دولار تشفروا في متحف اللوفر. داكشي تبع معايا الحلقه من الاخر باش تعرف شنو اللي وقع. صباح نهار الحد اول ايام العطله في المغرب وفرنسا، كيتفاجئ العالم وكيتهز سرقه اللي كتعتبر من اعظم سرقات القرن في التاريخ، اللي كما كتشوفوا في الفيديو فيديوهات اللي كيتبتوا اثناء السرقه واللي كان في وضح النهار، يعني كلشي فايق وكلشي كان كيشوف داكشي اللي كيوقع. هاد السرقه اللي شفروا هاد المجوهرات اللي كتشوفوا اليوم مجوهرات ديال الملك، وطاح لهم هاد التاج اللي كتعتبر حتى هو التاج ديال الملك ديال فرنسا شحال هادي، ولا قدروا البوليس يرجعوه. واليوم الصباح كيخرج واحد الخبر اللي نقلته بي بي سي بانه فرنسا القت القبض على جوج متهمين بانهم هم اللي تشفروه، لقاوهم في مطار فرنسا باش يغادروا دوله فرنسا. حتى الان حنا كنتسناو التحقيقات. دونك ما تنساش تدخل قناتي ديال اليوتيوب اللي كما كتشوفها ديما كنحطوا حلقات كل نهار السبت، ونهار السبت هذا ان شاء الله فاضي نتكلموا على هذه السرقه ونعطوا التفاصيل اكثر عليها، ونعطيكم التاريخ ديال سرقه متحف اللوفر. وكنبغي نشكرك بزاف، دير لي واحد فولو باش يوصلك كاع الجديد وكاع المعلومات والاخبار. كان معك الدرنا، بسلامه.